هنعمل قرع عسلي وهنقدمه مع نسل كارنفاليتا فانيلا ايس كريم. القرع غذاء مفيد لانه فيه فيتامينز وفيه بيتا كاروتين وهو انتي اوكسيدنت بيأخر ظهور اعراض الشيخوخه. نشوف المقادير. انا عندي بيضه مضروبه انا هستخدمها في الاخر. كيلو قرع متقشر ومتقطع مكعبات. نص كيلو سكر. معلقتين كبار فستق. معلقتين كبار زبيب. معلقتين كبار جوز هند. ده بالنسبه لمقادير القرع. بالنسبه لمقادير الصلصه البيضاء: كوبايتين لبن، معلقتين كبار دقيق، معلقتين كبار سكر، نص معلقه صغيره فانيلا، معلقتين كبار سمنه، وبيضه مضروبه. نشوف هنعمل ايه. انا هجيب الحله اللي انا هشتغل فيها، هحط طبقه قرع وفوقيها طبقه سكر وهسيبهم لمده ساعتين او لحد ما اتاكد ان القرع اتشرب السكر. سيب القرع على جنب، وفي نفس الوقت اللي انا سايباه فيه انا هبتدي اجهز الصلصه البيضاء. اول حاجه هضيفها السمنه. كده السمنه ساحت، هبتدي اضيف الدقيق شويه بشويه. كده انا بقلب الدقيق لحد ما لونه يصفر وبعدين هضيف اللبن. لو انت خايفه ان يحصل تكتلات في الصلصه ممكن تسخني اللبن. انا هضيف اللبن بس مش كله مره واحده، شويه شويه، وانا بضيفه هقلب. انا مش هحط البيض دلوقتي، انا هخليه اخر حاجه وبعد ما الصلصه تبرد لان انا مش عايزه اي تكتلات. دلوقتي هضيف السكر. كده الصلصه البيضه جهزت، انا هحطها على جنب علشان تبرد وهجيب القرع. كده حطيت القرع على النار، انا كل شويه هقلبه لحد ما يبقى زي البيوريه. قعدت اقلب في القرع لحد ما بقى بيوريه. انا دلوقتي هقفل عليه وهبتدي اضيف له الفستق والزبيب والجوز الهند. كده القرع جهز معايا. الصلصه البيضه انا اتاكدت انها خلاص بردت، هضيف لها البيضه بالفانيليا. نحضر بقى صينيه القرع. انا هطلع الصينيه وهدهنها بالفرشه بحته زبده صغيره، وبعدين هضيف نص كميه الصلصه البيضاء على القرع. هقلبها كويس وبعدين هحطها كلها في الصينيه. بعد ما ضربتها في الصينيه هضيف عليها الصلصه البيضاء. اخر حاجه هعملها هجيب البيضه المضروبه وهدهن بيها وش الصينيه. كده هدخل صينيه القرع على فرن حرارته متوسطه لمده 45 دقيقه. انا سبت صينيه القرع لمده 45 دقيقه لحد ما وشها احمر. هقدمها مع نسل كارنفاليتا فانيلا ايس كريم.